الشخصية الباردة هي الشخصية اللي غتخليك قادر تتحكم في المشاعر ديالك والتفكير ديالك في الوقت اللي كتعرض فيه للضغوطات والتحديات المستفزة. وبهادشي كامل صفة البرودة تقدر تخليك شخص ما عندكش احساس العاطفة من بعض النواحي وبمرة، وثيق بيا تقدر تعطيك واحد القوة وسيطرة هائلة في الحالات اللي بصح كتكون كتساهل البرود. داكشي علاش جيت باش نعطيك 4 ديال الفعاليات غيخليوك تكتسب هاد الصفة اللي هي في الحد ذات ديالها كتعتبر مغناطيس الحياة، واللي تقدر تخليك مسيطر على حياتك مزيان. هلا ومعكم ماتريكس بالدارجة، نبداو على بركة الله. اول فعاليه معنا واللي غتساعدك بزاف الحصول على صفه البروده هي التفكير الواعي. خاصك تكون ديما كتفكر في الجواب النهائي وتاخد القرارات الحاسمه في شي مواقف اللي هما كبار. شوف، العاطفه طفيها مره وكليا، ماشي في كل المواقف، ولكن غنعطيك مثال باش تفهم. دابا انت جالس مع واحد مبرزطك ومصدعك، الحل الاول يا اما غتخلص منه باي طريقه، والحل الثاني اللي كنعتبره انا المناسب غتمشي عندو وغتصارحو نيشان خويا صدعتيني، درتي لي الازعاج، وباحترام ببساطه متخليش في قلبك داكشي، كون واضح من الاول وقول داكشي اللي عندك. ثاني فعالية واللي هي الاستقرار العاطفي، يعني ان الشخصية الباردة كتساعدك بزاف في كونك غتحافظ على الاستقرار العاطفي. بمعنى اخر كتكون عندك القدرة ديال التحكم في المشاعر ديالك والتفكير المنطقي والواعي، وهادشي ببساطة غيخليك واحد الشخص ما كتزعزع فيك حتى حاجة وغتجاوز المواقف الصعبة بطريقة سهلة. شوف، هادشي ماشي صعيب، ولكن جرب بشوية بشوية عليك ومتخافش غتكتسب هاد الشخصية في اقرب وقت. فعالية معنا واللي هي التحكم في المشاعر ديالك. في بزاف ديال المرات نقدروا نتعرضوا لشي مواقف كاع ما مرتاحين فيهم، واللي بصراحة بعض المرات كنتفكروا ديريكتومون في المضاربة، ولكن هادشي كامل غلط. حيد هاد الفكرة ديال الا ضربت راه غنبان واعر في عين بنادم. خليك ساكت وغير وضعية الجسم ديالك. الا كنتي كاع ما مرتاح، مثلا الا كنتي جالس وقف، ولا كنتي واقف جلس، وحاول تشد الاعصاب ديالك. ها انت دابا واحد الانسان عصبك ولا باغي يعصبك وباغي يتضارب معاك، فانت في هذا الموقف خاصك تحيد ليه داك التوقع اللي عنده في راسو وتجاهلو. غيبدا يقول في راسو هاد خونا راه ما عندوش احاسيس. المهم غتكتسب هاد الهيبه وجاذبيه منين غتطبق هادشي. شوف، الا بقيتي حتى لهاد البارتي في الفيديو فاعرف راسك راك عزيز عليا وبزاف، وراك عاونتيني وعاونتي حتى راسك. المهم شكرا شكرا بزاف. نكمل. اخر فعالية معنا واللي هي احسن التواصل. شوف، راه ضروري تكون داك الشخص اللي عنده القدرة في التحكم في الردود العاطفية. فانت منين كتكون شخص واثق من راسو، فهادشي ايغالمون عندك واحد الاحترام ما بين الناس اللي دايرين بك، وغتحسن علاقتك مزيان معاهم. فحاول تكتسب هاد الصفة غتخليك تتعامل مع اي استفزاز بواحد الطريقة واعية، وما تنساش تجنب المضاربات. شوف الصاد انت مميز، واحسن التواصل مع الناس اللي دايرين بك ودوم معاهم بواحد الاحترام. كان معكم علاء، متنساش دير لايك سبسكرايب تو ماي تشانل. بيس اند لوف، متنساش تهلا ليا في راسك.